في الغالب انت فاكر انك لما بتمسك الموبايل وانت مأنتخ انت كده بتفصل او بتريح دماغك من دوشة اليوم، بس الحقيقة انك بتعمل جريمة في حد نفسك. في مصطلح علمي بيوصف الحالة دي اسمه البرين روت او تعفن الدماغ. طب يعني ايه يا عم عمارة؟ مخك ده عضو بيولوجي زيه زي المعدة، ليه ساعة استيعاب محددة. انت في يومك الطبيعي المفروض تتعرض لموقفين 3 4 20 بالكتير، لكن كل اللي بيحصل في السكرول ده يعني اكيد فهمت. انت كده بتجبر مخك انه ياخد 100 معلومة و100 شعور و100 شخصية مختلفة في دقيقة واحدة بس. مرة بقى فيديو بيضحك، مرة فيديو رعب، مرة فيديو حزن، وهكذا. التدخل ده بيعمل حاجة اسمها شورت سيركت او قفلة في دوائرك العصبية. عشان كده لما بتقفل الموبايل عمرك ما بتحس انك مرتاح، بل بالعكس بتحس انك تايه، مش طايق تعمل اي حاجه في اليوم. وانت طبعا فاكر ان ده كسل او ارهاق، بالعكس ده احتراق. حلو. تعرف يا صديقي ان الراحه الحقيقيه مش انك تستهلك محتوى تافه، وان الراحه الحقيقيه هي اللاشيء. هتقولي طب ازاي ده يا عم عماره؟ هي انك تقعد باصص في السقف، ترسم حاجه، تسمح لنفسك تزهق. لان يا صديقي في اللحظه اللي انت بتعمل فيها nothing، يعني ما بتعملش فيها اي حاجه، دي اللحظه الوحيده اللي عقلك بيقدر ينظف فيها نفسه عشان يرجع ويتنفس من جديد.